جايب لنا سندوتشات النهارده يا ماني. نفسي اكل طعمية سخنة مهما. لا يا عم، البازوكة تشتغل وتعملنا. كون انا حبيبي بتعمل ايه؟ جاي تحكيها معايا عشان تفكرني بيا مش رمضان. رمضان قرب اهو، كنا كل سنة وانت طيب. دي البطة وصلت 1000 جنيه، كنا مش عارفين هنعمل ايه. وعلى كده جبت البطة اماني ولا لسه؟ خد بالك انا ما بتعزمش على فراخ. لا، من ام اتصرفت راحت قدمت على كارد وجابت بطة. امك ناصحة هتلاقي قدمت على الكارد بضمان الفراخ اللي فوق السطح. يا بختك يا عم، هتاكل بطة اول يوم رمضان. دمبر وهترسى على سمنتين في الاخر انا عارف. يا عم سمان سمان حد يلاقي. امال يا جدعان ولا سيد فسفوسه بقى معاه جنان واتقلط علينا فيها، جاب الفلوس دي منين؟ صحيح ده كان اجرب. تلاقيه بيتاجر في البامبز. مش عارف بس في لغز يا جدعان. انا جوعت يا جدعان قوي. ام طبخه بزله يا جدعان النهارده. الولا فسفوسه اهو، خد يا فسفوس. ايه فسفوسه دي؟ انتوا هتصاحبوني؟ انتوا ما عدتوش اصحابي اصلا، انتوا مش من مستوايا. مالك انا بتتنطط عليها؟ بس يا فسفوسه صلى على النبي كده واظبط كلامك. بدل ما بالله اديك روسيه اجيب لك تربانه فعال. انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ انا عايز اعرف. احنا عايزين نعرف بس انت مرة واحدة كنت زينا وبعد كده بقى معاك فلوس كتير جبتها منين؟ انتوا مالكوا انتوا يا بي؟ يا ابني احنا خايفين عليك لا تكون بتعمل حاجه شمال. قلت لكم 100 مرة مالكوش دعوة يا باي. طب ما لو حاجة كويسة يا ابني ما تقول لنا عليها عشان نبقى زيك كويسين. بصراحة انا بلعب مراهنات. هو قال مراهنات؟ دي مش المراهنات يا ابني، حرام. على فكرة انا كنت حاسس ان انت بتعمل حاجة غلط، لان مش طبيعي تكسب الفلوس دي كلها في وقت قصير وتكون بالحلال. انا من ساعة ما لعبت الابليكيشن دوت وانا حاسس ان ربنا بيعاقبني. اتخانقت مع ابويا وامي وسبت لهم البيت. طب وبدل انت عارف ان حرام مستني ما يلا ابدا وغير من نفسك. وتعالى ما تقلقش، هنراضيك على ابوك وامك ونرجعك البيت، بس توعدنا اللي انت تبطل اللي انت تغضب ربنا بالبرامج ديت وتكسب رزقك بالحلال. بيتنا هناك اهو. وسع كده شوف امك طبخه. مين؟ ازيك يا ماما؟ ازيك يا طنط؟ إيه اللي جابك بعد ما زعقت لامك؟ هو ندمانة طنط وجاي اعتذر لك. مسامحاك بس زعلانة منك، عايز اخش الحمام مش قادر. ما تمسك نفسك، انت ما صدقت. بيتكو حلوة فسفوشة. حد يسيب البيت وفي سرير بملل؟ ده انت حمار. انت بقى من دلوقتي تحلف لي ان انت مش هتعمل اي حاجة تانية تغضب ربنا، ولا مراهنات ولا برنجانات. طب انا نفسي لسه في حاجات كتير وعايز فلوس كتير، اعمل ايه طيب؟ اشتغل وسع، ربنا هيبارك لك في القليل، وما تبصش للي في ايد غيرك وانت هتبقى مستريح. عشان كده بحبه دايما راضي. طب يلا بقى عشان نلحق نروح عشان شكل الدنيا هتنطر.